الملوخية من الحاجات اللي بنحب نخزنها علشان تبقى موجودة وجاهزة عندنا طول السنة. لكن المشكلة إن لونها ساعات بيتغير أو طعمها بيبقى زي الطازة. النهاردة إن شاء الله هقول لكم على الطريقة اللي بستخدمها في تخزين الملوخية الخضراء علشان تفضل محتفظة بلونها وطعمها لأطول فترة ممكنة. هنفرصها مع بعض بطريقتين، وهقولك إيه أفضل وأحسن طريقة فيهم. لا ومش بس كده، وللناس عشاق الملوخية الناشفة هنخزن الملوخية ناشفة كمان عشان نرضي جميع الأطراف. ولو انت اول مرة تشوفيني يسعدني جدا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يوصلك كل جديد. ولا بنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية كده اول حاجة بنعملها واحنا بنشتري الملوخية، بننقي الملوخية اللي ما يكونش فيها اي عيب، من انها مثلا تكون لونها اصفر او تكون فيها نقط سمراء او مخرمة. بنجيب الملوخية اللي يكون لونها اخضر زاهي وبتكون ورقتها عريضة، علشان ده بيفرق في طعم ولون وقوام الملوخية بعد التسوية. وعلشان الملوخية يبقى فيها عرق كويس بنيجي على الملوخية من فوق كده وبناخد الجزء الفوقاني كله. وبعد التعطيف لو قابلني فيها أي ورقة تكون دبلانة أو صفرا أو فيها أي عيب بستبعدها خالص من الملوخية. وبعد ما قطفنا الملوخية أول حاجة بنعملها لازم نغسلها ونتأكد من نضافتها كويس علشان نتخلص من الأتربة الموجودة عليها. باخدها على الحوض عشان أغسلها، وبحضر طبق أهوت وأحط فيه مية كتير. ومش معنى إني بغسل الملوخية إني بحط عليها مية كده وأدلقها وخلاص، أنا بدعكها بإيديا وأنشلها في مصفى زي ما انتم شايفين كده. وعلشان كمية الملوخية اللي معايا كتير أنا مش بغسلها كلها مرة واحدة، باخد منها شوية وبحطهم في الطبق عشان أعرف أتحكم فيهم وأغسلهم كويس. وبعد ما أغسلها بنشيلها من المية وبحطها في مصفى زي ما قلت لكم. وزي ما انتم شايفين لون المية متغير وكلها أتربة، عشان كده يا جماعة لازم نغسلها كويس جدا. وبدلق المية ديت وبحط مية نضيفة وأغسل الملوخية مرة واتنين وتلاتة لحد المية ما تروق خالص والملوخية تنضف وتبقى معايا زي الفل. بجيب كل كمية الملوخية اللي بحتاجها طول السنة مرة واحدة، بفرز اللي فرزه والباقي بنشفه عشان تبقى موجودة عندي على طول. وزي ما بقول لكم في أي فيديو تفريزات، استغلوا موسم أي خضار أو فاكهة تكون موجودة في السوق وخزنوا منها الكمية اللي محتاجينها. وبلاش تخزنوها في أول موسم أو آخره عشان بتكون لسه غالية. يعني مثلا الملوخية الخضراء في أول الموسم كان الكيلو فيها ب50 وب60 جنيه، وكانت قليلة جدا. دلوقتي كتير ومالية السوق وسعرها رخيص خالص. عايز أقول لكم إن عندها دلوقتي الكيلو ونص ب10 جنيه، وفي ناس كمان بتبيعها بالرابطة، يعني بتمن كيلو واحد ملوخية في أول الموسم. تفرزي وتخزني كمية حلوة خالص. وطريقة تفريزها مهما كان كميتها سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. ولو انت من الناس اللي بتحب تجيب الملوخية متفرزة جاهزة من بره، بعد النهاردة مش هشتريها من بره تاني. وكفاية بس انك عاملاها بنفسك وضامنة نظافتها. وعلشان كمية الملوخية اللي معايا كتير مستحيل المصفى هتصفى من مية الغسيل اللي فيها، وهتاخد مني وقت طويل على ما تصفى المية اللي فيها. عشان كده انا هنشف الملوخية بطريقة حلوة قوي ومش تاخد مني وقت ولا مجهود. حضرت بياضة من بتاعة المخدات مركونة عندي ومش بستخدمها، اربطها من جنب كده والجنب التاني هسيبه مفتوح. هدخل منه الملوخية المغسولة في قلب البياضة واقفل عليه زي ما انتم شايفين واحطه في مجفف الغسالة. واشغل مجفف الغسالة ثانيتين مش اكتر، الملوخية هتصفي ميتها وتنشف وتبقى زي الفل. وعلى رخامة المطبخ او على ترابيزة السفرة او في اي مكان يكون بعيد عن الاولاد، وفردت ملاية مخصصة لكده عشان احط عليها الملوخية اللي جففتها علشان الملوخية تنشف اكتر. دي اهم خطوة في تفريز الملوخية علشان ما تسودش منك بعد التفريز، ان الملوخية تكون ناشفة تماما. بفردت على الملاية وبشغل عليها المروحة وبسيبها تنشف اكتر زي ما قلت لكم. وبعد ما فردتها وسبتها ربع ساعة لقيت الملوخية نشفت وما عادش فيها مية خالص. حضرت طبق واخدت منها الكمية اللي هفرزها، وبقيت كمية الملوخية أنا هسيبها كده مفرودة. هشغل عليها المروحة واسيبها عشان أنشفها. ودلوقتي بقى أول طريقة هنفرز بيها الملوخية بعد ما غسلتها ونشفتها. وخلي بالكم يا جماعة إن الملوخية لازم قبل التفريز تكون ناشفة، علشان كل المشاكل اللي بتقلك في الملوخية بعد التفريز بيكون سببها إن الملوخية بتاعتك بتبقى مبلولة. بحضر أكياس تلاجة وبحط فيها كمية الملوخية على قد الطبخة الواحدة، على أساس إن لما أطلع كيس كده أستخدمه كله مرة واحدة ما أرجعش منه الديب فريزر تاني. وببدأ بحط الملوخية في كيس التلاجة، بضغط على الكيس كده وأخرج منه الهواء، وباجي من آخر الكيس كده وبربطه علشان افرد فيه الملوخية ما ياخدش مني مساحة في الديب فريزر. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. طريقة تحضير الملوخية بعد التفريز بالطريقة دي: قبل ما بخرج الملوخية من الديب فريزر بكون محضرة الشوربة بتاعتي ومجهزاها، علشان أول ما أطلع الملوخية من الديب فريزر أحطها في الكبة وأضربها على طول وأسقطها في الشوربة في نفس الوقت علشان الملوخية ما تسودش. وبحضر الطشة وأضيفها عليها. دي كانت أول طريقة معايا لتفريز الملوخية.
الطريقة حلوة جدا ومضمونة، وانتجتها زي العسل، وسهلة كمان. والطريقة التانية في تفريز الملوخية، بحط مية في حلة وبرفعها على النار وبسيب المية تغلي. وفي طبق تاني بحط فيه مية ساقعة من الديب فريزر وبركنه على جنب. وبضيف على المية المغلية معلقة كبيرة مليانة من السكر. بتدي الملوخية تسكيرة حلوة أوي، ده غير إنها بتحافظ لك على لون الملوخية. ومش هنضيف بيكربونات الصوديوم على المية ولا أي حاجة تانية غير كده. مش هنضيف أكتر من معلقة السكر بس يا جماعة. وبنزل بشوية من الملوخية اللي معايا كده في قلب المية. ومش بسيب الملوخية في المية كتير، يعني يا دوب بقلبها زي ما انتم شايفين تقليبة واحدة. وبعد على قدها كده من 1 ل5، وعلى طول بخرج الملوخية من المية. وأول ما بخرجها بحطها في المية الساقعة اللي محضراها عشان الملوخية تبرد على طول. عايزة أقول لكم إن يا ريت المية الساقعة دي تكون فيها قطع تلج، وكمان تكون نضيفة علشان هنستخدمها. وبكمل بقية الملوخية بنفس الطريقة لحد ما أخلص الكمية اللي معايا كلها. عايزة أقول لكم إن الطريقة دي حلوة أوي أوي في تفريز الملوخية، وانتجتها مضمونة 100%. والملوخية اللي بنشتريها من بره متفرزة جاهزة بتبقى معمولة بنفس الطريقات. ده غير طبعا إن ديت أنضف وأحلى بكتير، ومفيش أي وجه مقارنة. الخطوة اللي بعد كده، في شاش الخلاط أو في الكبة، وبحط فيها الملوخية، وبحط عليها شوية من المية اللي كانت فيها. ولو الكبة بتاعتك مش قوية، استخدمي الخلاط أفضل عشان ينعملك الملوخية كويس ويديك القوام المظبوط للملوخية. وأضيف عليها كمان ربع معلقة صغيرة من السكر. وبشغل الكبة وبضرب الملوخية علشان أنعمها. وزي ما قلت لكم احنا مش هنضيف عليها أي حاجة غير السكر. بشيل الغطا وبنزل الجوانب كده بسباتولا، وبرجع أضربها تاني لحد ما أوصل للدرجة اللي أنا عايزاها. أنا عايزة الملوخية بتاعتي تكون ناعمة. الطريقة دي حلوة أوي يا جماعة في تفريز الملوخية، وزي ما انتم شايفين طلع لونها أخضر وجميل، وفيها العرق اللي بنحبه كلنا في الملوخية. وبعد ما ضربت الملوخية ونعمتها وفضيتها في طبق، برجع تاني وبحط شوية تانيين في الكبة، وبحط عليهم شوية مية وبشغل الكبة كده وبضربهم لحد ما اخلص الكمية اللي معايا كلها. الطريقة دي سهلة برضه وبسيطة، ومش بتاخد وقت خالص. ولو معاك 10 كيلو ملوخية هتعملوهم في ثواني، ومش تاخد منك في تحضيرها وقت ولا مجهود. عايز أقولك إن الوقت اللي بتاخديه كله في تفريز الملوخية هو تقطيفها بس مش أكتر. أنا قطفتها وحضرتها من بالليل، وقمت الصبح كده جهزتها على طول. ما خدتش وقت مني خالص في تحضيرها وتفريزها. بحضر أكياس تلاجة بحط فيها الملوخية زي ما انتم شايفين. وهنا بقى الوضع بيختلف خالص، يعني ممكن تحط في كيس أكتر من كده بكتير. وبعد ما تدخلها الديب فريزر هتطلعها تقدميها طبختك، والباقي تدخليه عادي مفيش أي مشكلة، مش هيحصل له أي حاجة. بيختلف خالص عن الطريقة الأولى. بس أنا بحب أحط في كل كيس على قد الطبخة الواحدة عشان يبقى الكيس استخدام مرة واحدة. وعند الاستخدام بتطلعي كيس الملوخية من الديب فريزر وتحطيه في الشوربة المغلية، وبتعملي الطشة وبتضيفيها عليها. وبيبقى لونها وريحتها وطعمها حكاية، وبيجيب آخر الشارع. ومستحيل مهما فضلت عندك مدة طويلة إن ريحتها أو طعمها يتغيروا، ويفضل لونها أخضر وجميل. وما تيجي تستخدميها كده تبقى زي الطازة وأحلى كمان. وعلى طول بندخلها الديب فريزر وتبقى جاهزة عندك طول السنة. وهنروح بقى للملوخية الناشفة. بعد ما فردتها وشغلت عليها المروحة، أخدت مني يوم كامل والمروحة شغالة عليها لحد ما نشفت. وتاني يوم طلعتها في الشمس ساعتين، وكانت بالشكل اللي شايفوه ده. وديت أحسن طريقة تنشفي بيها الملوخية، إنك بعد ما تغسليها وتجفيها تفرديها على ملاية وتشغلي عليها المروحة لحد ما تنشف. وبعد كده تطلعيها في الشمس ساعة أو 2 عشان تحمصيها بس مش أكتر. عايزة أقول لكم والله إن الكاميرا ظالمة لونها. الملوخية طلع خضرا ولونها جميل. ودلوقتي بحضر طبق ومصفى، وبحضر كمان مطحنة الخلاط علشان أطحن الملوخية وأنعمها وتبقى جاهزة على الاستخدام على طول. بحط شوية من الملوخية في مطحنة الخلاط وبشغل عليهم الخلاط كده ونعمها. زي ما انتم شايفين بتكون ده شكل الملوخية بعد ما ضربتها. وبحطها في مصفى ضيقة أو في المعقل علشان أنخلها وأطلع منها أي عيدان تكون موجودة فيها. ولو انت من الناس اللي بتحب تنشف الملوخية في الشمس، بعد ما تحطها في الشمس كده ما تخليش الليل يجي عليها، يعني أول ما يجي عليها تغطيها أو تدخلها جوه الشقة عشان الندى أول ما بينزل على الملوخية بيسمرها. بس زي ما قلتلك برضه أفضل طريقة في تنشيف الملوخية هي تحت المروحة. تفضل الملوخية محتفظة بلونها وبخضرها، ومش بيجي عليها أي عفرة خالص. وبتطلعها ساعة أو 2 في الشمس عشان تحمصها بس مش أكتر. مع احترامي لأي حد بينشف ملوخية، دي طريقته مش بغيرها، وتعتبر أفضل وأحسن طريقة في تنشيف الملوخية. وكنت تشتري الملوخية الناشفة من السوق أو من محلات العطارة عشان مستحيل تبقى بنظافته وحلاوته وجمال الملوخية اللي بتعملها بنفسك. وبعد ما بطحن الملوخية اللي معايا كلها وبخلصها، بيبقى شوية عروق كده في المصفى زي ما انتم شايفين، بس تبعتهم خالص من الملوخية وبرميهم. وده بيبقى شكل الملوخية معايا، وتبقى جاهزة على الاستخدام. وبتبقى في اللون والطعم والريحة زي الخضرة بالظبط ويمكن أحلى كمان. وهنعملها مع بعض إن شاء الله وأوريها لكم.
وبالنسبة لطريقة حفظها، في أكياس تلاجة بحطها بربوطة زي ما انتم شايفين، واحفظها في التلاجة من تحت، وبتقعد سنة وأكتر بنفس اللون والطعم والريحة. وحبايبي اللي ما بيحبوش الملوخية الناشفة، بقول لهم اعملوا شوية صغيرين كده السنة وجربوهم، وإن شاء الله هتعتمدوا الطريقة وتعملوها كده على طول. أنا عن نفسي مبستغناش عنها، لا خضرا ولا ناشفة طول السنة، لازم تكون موجودة عندي في الديفريزر خضرا، وموجودة عندي ناشفة كمان في التلاجة، وقت ما احتاج أعمل منها على طول. ومستحيل أشتريها من بره جاهزة ولا حتى أشتريها بالغالي، دايما بشتريها في الموسم بتاعها زي دلوقتي كده. ويلا بقى اللي ميخزنش الملوخية يلحق يجيبها ويخزنها قبل ما تقل في السوق وسعرها يرتفع تاني. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو معلومة بسيطة. ولو لسه مكملين ووصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو لكل حبيبكم عشان الكل يستفيد. واشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.